السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كده المتتبعين بخير. أولا وقبل كل شيء نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد. أنتم الإخوان ديالي كيف ما كتشاهدوا معايا هاد 3 أيام الأخرى وليت نلاحظ أن هاد السمان هذا وبالخصوص البيضين اللي فيهم هاد اللون الأبيض عندي منهم جوج. كنت في الأول تيصحاب ليا القلش اللي هو تبدا الريش، هادشي عادي عندي في الدجاج، يعني تبدا الريش هذا هو الوقت ديالو. سا شوية كنتفاجأ أني كنلقى الحمورة كنلقى الدم عندهم يعني في القزيبة. فهاد الريش هذا اللي الفوقاني سبحان الله، هاد السمان هذا اللون ديالو الحبشي ولا شي يقولوا هاد اللوين ما طاري ليه والو بخير. هانتوما كتشوفوا عادي الريش ديالو. هاد السمان هذا الأبيض منتوف ومضروب، معرفتش واش السمان اللي كيدير الافتراس بيناتهم ولا هاد البيبي هذا اللي حاط معاهم هاد المسخوط هذا، اولا الكتاكيت ديال الفيومي اللي حاط معاهم جوج فيومي، واحد ذهبي وواحد فضي وواحد كتكوت عادي. هادو تفقسو نيت عندي في الفقاصة. اللي عنده شي فكرة يفيدنا بها جزاكم الله خيرا. يبان لي غادي نفرقهم هادشي اللي كيبان لي، حيت باين هاد الكتاكيت هما اللي يكونوا كيفترسوا ليا هاد السمان هذا، خصوصا هاد البيضين دبروهم كاع راه داروا ليهم ورم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وكانوا مرتاحين ساكن في ديك البنو اللي كنت درت ليهم في أول مرة، واخا المسكن صغير كانوا مرتاحين بخير. والبيض جبناهم للخم هذا زعما كبير ومتيسع هكاك، وانتم كتلاحظوا كاع وقع لنا كاع الافتراس هاد العجبان. أنا سهرت معاهم شوية اليوم، بقيت حاضيهم داير لهم هذا الكاميرا كتصور. لاحظت ان الفلالف هما اللي كيقيسوا السمان في ديك البلاصه بالضبط، يعني شكيت لا يكونوا هما، يعني السمان بعضياتهم ما كنظنش واش كيفترسوا بعضياتهم بحال هاد الدرجه هادي. هانتوما تلاحظوا مع هاد الفيومي الفضي هذا الذهبي هذا مشى ضرب السمانه في نفس البلاصه اللي مورمه، اذا ولفوها. لهذا كنتمنى اللي عنده شي فكره يفيدنا بها، من الأحسن غادي نعزلهم وصافي. هادشي اللي غندير. يا المتتبعين كنتمنى ينال إعجابكم الفيديو، ونخليكم مع السمان ومع الكتاكيت. واحد السيبيبي راه حيدناه ليهم كاع باش منبقاش نديرو نشينا، تيجي تخشى ليا في الكاميرا معرفتش يقلب. يلا كنتمنى ينال إعجابكم الفيديو، وما تنساوش تدعمونا بلايك وابوني، شي كومونطير يكون زوين جزاكم الله خيرا. فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.